بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. أول ما ببدأ كلامي كده بس يعني الواحد لازم يصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بعد إذنكم أنا عايزة بس طلبة من حضراتكم. عايزة صوتي يوصل لرئيس الجمهورية. عايزة صوتي يوصل لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا دلوقتي والناس كلها عارفة طبعا، اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله. أنا معايا محمد ابني والشهير بمحمد جمال. محمد جمال ده اسمه محمد عبد الغني عبد الشافي. كان بيشتغل عند الله يرحمه، أو بيشتغل مع واحد اسمه عمر طارق، ربنا يرحمه يا رب برحمته الواسعة وينور قبره. عمر طارق دي يا جماعة كان بيبيع عنده، يعني فتح محل بيبيع شاي ومية معدنية ربنا يرحمه وحاجة ساقعة وكده. فكان ابني ربنا يفك كربه يا رب وكرب كل مكروب. كان ابني بيسلمه علشان خاطر يجي، فجم ناس من نبروه بلد الفسيخ. راجل عنده 72 سنة، هو ومراته وحماته وبنته. فكان عمر طارق ربنا يرحمه يا رب برحمته الواسعة. كان ابن محمد عبد الغني كان بيسلم عمر، ووالدته حتى طلعت وقالت الكلام ده على قناة صدى البلد. كان بيسلم محمد ابني، ومحمد ابني كان جاي. ففي ناس قالوا له تعالى يا محمد بسرعة. يعني كان اسمه محمد رمضان الخميسي، دي من نبروه، راجل وثلاثة من الحريم. أرجوكم عشان دي قضية رأي عام. يعني في واحد مظلوم فيها، في واحد اللي هو محمد عبد الغني عبد الشافي مظلوم فيها. فاللي طالباه من رئيس الجمهورية، وطبعا والدة عمر الله يرحمه طلعت على قناة صدى البلد وقالت محمد جمال ملوش دعوة بأي حاجة. محمد كان بيسلم عمر الله يرحمه، وكان جايب بعضه وجاي، يعني هو الوردية بتاعته يعني شيف، وكان بيسلم عمر الله يرحمه يا رب وينور قبره. ففي ناس اتعدوا على عمر، راجل وثلاثة من الحريم من نبراه، كان عندهم حالة في مستشفى الدولي بالمنصورة. فطبعا عمر الله يرحمه كان بيستلم الوردية من محمد، بيقول له يا حاجة حضرتك عايز تشرب شاي أو تشرب حاجة؟ فقال له لأ. فرجع تاني بيقول له طب حضرتك مش عايز تشرب حاجة؟ فقال له لأ. بعد كده اعتدوا على عمر ربنا يرحمه يا رب وينور قبره. عمر ده عنده 19 سنة، يعني جدع محترم جدا وابن حلال وطيب، وفعلا هو بيعمل خير كتير، وكان فعلا بيحب محمد ابني جدا. ربنا يا رب يرحمه ويصبر قلب امه ويصبر قلب اخوه ويصبر قلب اهله جميعا يا رب. فطبعا اللي انا طالباه من رئيس الجمهورية لما ابني بعد ما يجي هنا، وفي ناس قالوا له تعالى يا محمد ده في حد عامل مشكلة عند مستشفى الدولي بالمنصورة، فمحمد رايح بيشوف في ايه. فطبعا الراجل الكبير لما عمر الله يرحمه قال له مرة واثنين وثلاثة طب حضرتك لو مش هتشرب حاجة، علشان يعني كان بيستلم الوردية ولسه هيستفتح. فالراجل طبعا حصل مشاجرة ما بينه وما بين عمر وما بين الحريم. واخدين بالكم يا حضرات الناس اللي هم سامعين ويقولوا كلمة الحق، والناس كلها قايلة كلمة الحق على محمد عبد الغني. أنا مش عشان خاطر ابني، أنا ابني ملوش في المشاكل والناس كلها عارفة ابني على قوي الحمد لله. فاللي أنا طالباه من رئيس الجمهورية إن بعد ما المشكلة حصلت فجم الناس اتهجموا على عمر الحريم، والراجل خبطه بخشبة مرة واثنين. فعمر رحمة الله عليه يعني الخبطتين قدروا للوفاة، يعني يا دوب قعد يومين، وابنه طبعا شاله وطلعه في العناية المركزة. فطبعا اما طلعوا في العناية المركزة قالوا طيب احنا هنشوف لو عمر فاق ان شاء الله. وعمر كده يعني ربنا سبحانه الله تعالى يرحمه برحمته الواسعة قال لك لو عمر فاق
من اللي هو فيه، هو هيقول مين اللي خبطه. فطبعا اللي حصل، اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. طبعا الناس كلها كانوا قاعدين وشايفين وكل حاجه. فمحمد راح بيشوف في ايه، في ايه يا جماعه، في ايه يا جماعه، في ايه يا جماعه. فالناس دول اتهجموا على محمد ابني، الحريم والراجل اتهجم على محمد ابني. فمحمد ابني طبعا يعني مش بايده حاجه يعمل ايه، كلهم يعني بيكتفوا محمد وعايزين يخبطوه زي ما خبطوا عمر. فمحمد كان في ايده خشبه، محمد كان في ايده خشبه يعني بيدافع عن نفسه بيها، ماشي. فجوم ناس هناك، حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا بفوض امري لله، انا بفوض امري لله وحده، بس عشان انا ابني مظلوم مظلوم، والناس كلها عارفه ان ابني مظلوم. فطبعا هو كان عمر ده ربنا يرحمه كان حاجه جامده قوي عند محمد ابني، كان طبعا روحه وعقله في محمد ابني. فجم ناس هناك قالوا له طب تعالى يا محمد، احنا هناخدك معانا شاهد وما تخافش. فمحمد راح على اساس ان هو يشهد بالموضوع اللي حصل كله من اوله لاخره. يعني انا كنت بسلم عمر الله يرحمه الورديه بتاعته، فجم الناس دول اتهجموا على عمر وخبطوا، يعني الراجل الكبير خبطه خبطه والثانيه قضت لوفاه عمر، يعني قعد يومين في العنايه المركزه، وبعد كده ايه، بعد منها توفاه الله، ربنا يرحمه ويصبر قلب اهله يا رب. فقالوا له تعالى يا محمد، اللي هو محمد ابني، هو اسمه محمد عبد الغني، يعني ابوه لي اسمين، اسمه محمد جمال واسمه محمد عبد الغني عبد الشافي، دي الاسم بتاعه الرباعي. فانا بطلب من رئيس الجمهوريه، ابني حضرتك ما عملش حاجه، ابني عيالي كلهم الحمد لله معروفين ان هم ما لهمش دعوه بحد، وولادي محترمين واللي بيقدروا عليه بيعملوه. الحاجه الطيبه اللي ولادي بيقدروا يعملوها هناك بيعملوها من غير ما حد يحس بيهم. فياخدوا ابني شاهد ويقوموا عاملين لابني بلطجه وسلاح. طب ابني يتعمل له بلطجه وسلاح ليه؟ ابني ما عملش اي حاجه علشان خاطر يتعمل له بلطجه وسلاح. وبعد كده من اسم اول، دائره اسم اول المنصوره، ياخدوه ويعملوا له محضر ويقولوا له تعالى يا محمد ما تخافش، وبعد كده محمد يودوه من جمصه ويجيبوه تاني هنا، يقول لك ايه الجلسه بتاعته، كانت الجلسه بتاعته يدوا له 45 في 45 في 45. محمد كان مخلي سبيله، يعني كان بعد منها بايه، بشهر، قال لك محمد ملوش دعوه باي حاجه، ومحمد ابني كان مخلي سبيله. محمد ابني اتخلى سبيله، وبعد ما اتخلى سبيله وقال لك ايه، قال لك يدفع 5000 جنيه كفاله. ده اول مره ابني اتكفل لان ما كانش له دعوه باي حاجه. فرجع تاني، كان يوم الاربع اللي فات كانوا برضو جايبينه هنا، وقال لك ايه ده هو ليه جلسه. فابني برضو لقيته بيكلمني في التليفون وقال لي يا ماما انا الحمد لله اتخلى سبيلي. فطبعا ابني ما عملش اي حاجه، يعني لا مؤاخذه في ناس بلطجيه كتير، يعني انتوا لا مؤاخذه انتوا بتسيبوا الناس البلطجيه، الناس اللي بتشرب، الناس اللي بتعتدي على الحريم، الناس اللي هم بيبقوا عاملين عمال ما تتعملش، قطاعين الطرق، بتسيبوهم وتاخدوا واحد نضيف. انا من بدري كنت عايزه اطلع واعمل بس مباشر، بس ولادي هم اللي هيشيني، قالوا لما نشوف هم هيعملوا ايه. ابني يا جماعه، ابني يا حضره رئيس الجمهوريه، حضره رئيس الجمهوريه، انا بستغاث بحضرتك، انت مش هيرضيك ان شاب يترمى بدقيقه. وبعد ما ادوله، يعني كان يوم الاربع اللي فات، كانوا برضو دي تاني مره القاضي مش عارف ايه الاوراق اللي قدام منه خلى سبيل محمد، واتخلى سبيله، والناس جم هنا وباركوا لنا في قلب البيت، ماشي. وبعد ما يخلوا سبيل ابني وصوروه على ينزل ابني، ولا هو ليه سبقه ولا هو مجرم ولا هو بيعمل اي حاجه وحشه. ابني كل اللي بيعمله، ولادي كلهم بيعملوا خير، وخاصه محمد يعني محمد حنين جدا. ووالده عمر جات لها قناه صدى البلد هنا واتكلمت، قالوا لهم اللهم صل على النبي، قالت لهم محمد جمال ما عملش حاجه، ده شهادتها والده عمر، الله يرحمه يا رب ويصبر قلبها يا رب، ربنا يصبر قلبها، لان هو جدع في عمر الظهور، يعني ما كانش يستاهل ان هو يتغدر بيه، وبيصلي وعارف ربنا برضه
وبيعمل طيب كتير. يعني عمر رحمة ربنا عليه كل الناس بيشكروا فيه وبيقولوا، يعني الناس كتير يقول لك عمر بيعمل طيب كتير. فانا دلوقتي انا واحده تعبانه وواحده مريضه، وطبعا احنا ما يعلم بظروفنا الا ربنا، احنا بعنا اللي ورانا وبعنا اللي قدامنا واستلفنا من ايادي الناس، علشان لا ابن مجرم ولا ابن حرامي ولا ابن عمر غلط في حد ولا ليه سابقه ولا اي حاجه. فانا بطلب من رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي استغاثه لمحمد عبد الغني، علشان ابني مش مرتاح. يعني ازاي من اسم اول ياخدوه شاهد ويعملوا له سلاح وبلطجه؟ انا ما عنديش حد بلطجي ولا عندي حد بيمسك سلاح. محمد لما لقى الراجل بيتهجم عليه وعايز يخبطه نفس الخبطه بتاعت عمر الله يرحمه، فما فيش اي حاجه، لقى خشبه مسك الخشبه بس بيهوش بيها، ما عملش حاجه. واللي ليه مصلحه ان هو يخش ويمسح الكاميرا وما يجيبش الحقيقه، دي حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا بفوض امري الى الله. انا مش هقول حاجه غير كده. انا بطلب من رئيس الجمهوريه حضرتك اعتبر محمد ابنك، اعتبر محمد ابنك، وتسأل الناس كلها على محمد كويس جدا ومحمد محترم، ووالدة عمر شاهدة واخوه شاهد برضو، يعني هم شاهدين. هي وكيل النيابه طلب بالشاهد وطلع فوق قال الكلام ده برضه. وكيل النيابه ذات نفسه طلب شاهد مرتين يومين ورا بعض. أيوة. قال لك ان الراجل خبط عمر بخشبه 3 مرات في دماغه، اتخبط مرتين او 3 مرات. وكيل النيابه وطبعا مستدعيين وخدوا قفلوا المحضر على كده، واتقفل المحضر. والنسوان ضربت مين؟ محمد ابني. الحريم اللي هم كانوا مع راجل، الحريم اللي كانوا مع راجل اللي هي بنته وحماته ومراته، دول من كفر الجنينه وكانوا جايين عندهم حاله وفاه. فطبعا هو يعني دي حاجه بتاعت ربنا، بس ابني ملوش ذنب. الصحافه بتاعته ما فيش فيه سوابق ولا مسجل خطر. هم مش مسجل يعني سير وسلوك. رئيس الجمهوريه انا بطلب من حضرتك، استغاثه. بتستغيث لابني ما عملش اي حاجه ولا ليه ذنب في اي حاجه، ان هو يبقى له 7 شهور من اسم اول لهنا ما ينفعش، ولا يرضي ربنا ولا يرضي اي حد ولا يرضي قضاء ولا يرضي اي حد. القاضي الاسبوع اللي فات كان زي النهارده بالظبط اخلى سبيل ابني. دي تاني مره ابني يتخلى سبيله. ويستأنفوا ليه؟ ابني له مجرم؟ يعني تسألوا الناس كلها، اسألوا والدة عمر الله يرحمها، الكلمة بتاعتها بتمشي على التخين. كلمة والدة عمر الله يرحمه يا رب ويصبر يا رب قلبها يا رب ويسقاها يا رب من الحوض البارد. طبعا هي طلعت في قناة صدى البلد ويكذبوني، قناة صدى البلد وكم قناة جم هنا وقالوا لهم، قالت هي بنفسها قالت لك محمد جمال ملوش دعوة بأي حاجة، محمد جمال كان جاي بيسلم ابني الوردية بتاعته واللي حصل. فمش معقولة حضراتكم تسيبوا اللي هم مجرمين اللي بيشربوا اللي بيتعاطوا اللي بيعملوا أي حاجة في قلب الشوارع، وأنا ابني الحمد لله نظيف. فأنا بطلب من حضرتك رئيس عبد الفتاح السيسي اعتبر محمد ابنك، وبطلب من القضاء اللي هو القضاء بتاعنا، القضاء النزيه، ان محمد ابني ما عملش حاجه، علشان يجيله براءه مرتين ان هو ما عملش اي حاجه خالص ولا بيعمل اي حاجه. وعايزين برضو تقولوا لامه لوالده عمر، والده عمر موجوده وقالت انا موجوده في اي وقت تبقى في جلسه ولو حضرتك برضو او القاضي عايز يطلبها، دي قضيه راي عام. وانا بطلب من رئيس الجمهوريه علشان دي واحد مظلوم، محمد ابني مظلوم، والناس كلها عارفه والناس كلها تشهد لمحمد. محمد ما بيعملش الا كل خير، محمد ما بيعملش الا كل طيب. انا متبهدله وطبعا ووالده تعبان ومتبهدل. فاحنا بالنسبه لمحمد، انا واحده تعبانه ووالده برضو تعبان واحنا تعبانين،
واخواته يعني اللي ربنا بيرزقهم بيه بيصرفوه. يعني احنا مش قادرين، احنا بصراحه ربنا احنا ما احناش قادرين، احنا تعبنا وجبنا اخرنا. عشان لما يكون شاب زي محمد بقاله 7 شهور بعيد عن البيت ومظلوم، انا قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله العلي العظيم لو ابني وحش انا مش هطلع اتكلم. انا واولادي كانوا حايشيني قالوا لي استني يا ماما اصبري، مش كل مره يدوا 45 يوم. انا بطلع اتكلم بعين جريئه علشان ابني مظلوم، ابني مظلوم، والناس كلها عارفه ان ليا ابن مظلوم. وناس هناك برضو عند مستشفى الدولي بالمنصوره برضو قالوا لك احنا شايفين كل حاجه. محمد ليه بيرمي نفسه؟ محمد غلطان. فابني مش بيرمي نفسه، ان هو صعبان عليه المنظر اللي هو شافه، وشال عمر رحمه ربنا عليه، ووالدته تشهد بكده ان هو شال واخوه شاهد، اخوه شاهد. وقال لك محمد اخويا، محمد وعمه برضه بصراحه ربنا، واخ عمار وعمار اخوه، كلهم بيحبوا محمد وكلهم في صف محمد. وهم اللي اتصلوا عليا يوم الاربعاء اللي فات وقال لي صباح الفل يا امي. قلت له صباح الفل عليك يا ابو احمد، هو اسمه ابو احمد، اسمه اسلام ابو احمد. فانا كلمته وقلت له خير، قال لي الحمد لله الحمد لله محمد اتخلى سبيله. فطبعا اما ابني يبقى فرحان ومبسوط اللي هو ما عملش اي حاجه ولا بيأذي حد ولا بيعمل في اي حد حاجه، ويرجعوا يدوا له 45 على حساب مين؟ ابني يقعد على حساب مين؟ وفي ناس شهود كتير في عن دولي، حتى القاضي طلب قال لك انا هستكفي، وكيل النيابه قال لك انا هستكفي ب2، انا عايز الشهاد. ووالدته موجوده وقالت هو لو طلبوني في اي وقت ربنا يجازيها خير الجزاء. قالت محمد ما عملش حاجه، انا محمد كان بيشيل عمر توفاها الله، ربنا يا رب يرحمه، والدنيا كلها عارفه الموضوع ده. الوقت الموضوع ده معدي عليه 7 شهور بالظبط. فانا عايزه اعرف يا سياده الرئيس حضرتك لو ينفع ابني يتعمل فيه كده، او يرضى حضرتك او اي حد سمعني يقول لي لا انت كلامك غلط. كل الناس الحمد لله بفضل ربنا واقفين مع ابني، يعني كل الناس بفضلك يا رب واقفين مع ابني. كلمة الحق، كلمة الحق هي اللي بتطلع، كلمة الحق هي اللي بتطلع، وربنا هو الحق، وربنا بيظهر الحق. عشان اما اكون انا واحدة تعبانة وابني تعبان، ابني اساسه ضغطه بيوطى وبيقع من طوله هناك، يعني حتى لما بتيجي الجلسة بتاعته ما بيبقاش واقف مركز، لان هو مش واخد على كده. ابني مش واخد على كده. ابني المدعو محمد عبد الغني عبد الشافي، محمد دي الاسم بتاعه الرباعي، محمد عبد الغني عبد الشافي. بيشتغل عند اللهم صل على النبي، عند ما كان مع عمر رحمه ربنا عليه، على شاي وميه ساقعه زي شيف كده، زي ما المذيعه اللي هي بتاعت قناه البلد صدى البلد جت وكلمت والده عمر وقالت لها محمد جمال، قالت لها يعني محمد جمال دي شيف؟ قالت لها كان شيف وكان بيستلم، يعني هو كان بيسلم عمر ابني وهو ما عملش اي حاجه، ياخدوه ليه؟ هي بلسانها وقسما بالله، وهي بتقول يعني هي تقول لك محمد ما عملش حاجه، هم بياخدوا محمد ليه؟ محمد ما عملش حاجه. محمد حلو، فيش وتشبيهه جميل، ما فيش في حاجه ليش. فهو محمد الحمد لله لا ليه سوابق قبل كده. محمد ابني ده له سوابق قبل كده، وكل الناس بيحلفوا بحياه محمد، والحمد لله ده يعني عيالي كلهم الحمد لله عيالي نضاف جدا والحمد لله. فانا بستغيث بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاب لمحمد، الاب الاكبر لمحمد. انا بستغيث بعد ربنا سبحان الله تعالى اللي بيظهر الحق بيقول كلمه الحق، واللي بيقول للشيء كن فيكون، فلينصركم الله فلا غالب لكم. انا عايزه سياده الرئيس ارجو ان الرساله بتاعه ام محمد توصل لحضرتك باقصى وجه، عشان يعني عايزاها توصل بسرعه، عشان انا ولادي والله العظيم هم اللي بيقولوا لي لا يا ماما استنى ما نشوف، يعني كل مره يقول لك 45 لا شهر، 45 لا شهر، 45 ليه؟ ابني عمل ايه؟ ابني دلوقتي 7 شهور واحنا في الام وفي مرار، وانا واحده تعبانه
انا واحده تعبانه ومريضه، انا مريضه وطبعا ابوه تعبان، فدي ما يرضيش ربنا ولا يرضي اي حد. وبشكركم، بشكرك يا سياده الرئيس، بشكرك. واي حد سمعني وعنده اي سؤال عايز يقوله لي او عايزين تسالهم عند مستشفى الدولي وتعرفوا محمد، يقول لك محمد جمال، محمد سلوكه كويس، محمد محترم، محمد بيساعد الناس كلها، هو اسمه الحقيقي وابوه اسمه محمد جمال، واسمه الحقيقي محمد عبد الغني عبد الشافي، دي الاسم بتاعه الرباعي. ارجو ان الرساله بتاعتي توصل رئيس الجمهوريه ووالدته يعني والده عمر، ربنا يا رب يرحمه وما عادش يكون لها قلب تاني. ارجو من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا بوجهها لحضرتك مره واثنين وثلاثه ومليون، عشان ابني مظلوم. انا لو ما كانش ابني مظلوم انا ما كنتش هطلع وهتكلم. فحضرتك طبعا اعتبر نفسك ان محمد ابنك، اعتبر نفسك سياده الرئيس ان محمد ابنك، ويا رب توصلكم الرساله. واي حد سامعني وشايفني يقول لك محمد سلوكه ايه ومحمد عامل ايه، وربنا يجازيكم خير الجزاء. وكل اللي سامعني يعني لو اي حد سامعني يخش ويقول لك هي كلامها صح، لان انا الحمد لله اعوذ بالله من قلتني، انا محمد ابني الحمد لله بيعمل طيب كتير، بيحترم الناس كلها، كل الناس بيتصلوا عليه، انا سايبه التليفون بتاعه مفتوح ال 24 ساعه بيسالوا عليه محمد فين. طب يعني هم حتى بعد ما خلوا سبيله كل الناس باركونا وقال ايه يا جماعه في قال لك الحكايه فيها حاجه غلط، ازاي يتخلى سبيل ابني مره واثنين ويرجعوا تاني يدوا له 45؟ انا عايزه اعرف ايه الموضوع ده علشان انا جبت اخري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.